صار الدولة ومشكلتها مع الحجز الالكتروني والدفع الالكتروني وكل هالكلام الالكتروني اللي احنا من المفروض نتطور مع الزمن. حلو، احنا حاليا بسنة 2025. البطاقة الوطنية حجز الكتروني ودفع الكتروني. حلو، اذا رحت للبطاقة الوطنية راح يقول لك الدفع الكتروني، لازم تحجز لو عن طريق المكتب وسهل لك اياها عن طريق التليفون، ماكو كل مشكله. زين، هل الناس كلها تعرف تحجز هذا الحجز الالكتروني؟ الاغلب لا. راح تروح وين؟ تروح للمكاتب. المكتب هذا ايش قد ياخذ؟ ياخذ 5 ياخذ 10 كل من ومروته. زين، هسه هنا خلصنا من الحجز الالكتروني اللي ما متوفر حاليا من وراء البطاقه التموينيه. هسه هاي خلصنا من عته. تعالي للدفع الالكتروني، تعطيه مصرف الرافدين ساعه يقبلها وساعه ما يقبلها. ليش؟ لان حاطين اكشاك. هسه حاطين لك مال سويتش، غصبا عليك لازم تطلع بطاقه مال سويتش. يومين 3 اذا ما كملت معاملتك راح توقف. ليش؟ لان انت سويت هاي البطاقه بالجنسيه اللي هي اصلا ساقطه، فيسوي لك اياها وراه يقول لك والله روح حدث. غصبا ما عليك تدفع 10,000 وتدفع 2000 ما ادري ايش قد على مود تعبي البطاقه. هاي انت راح تاخذ بطاقه ما راح تستخدمها. راح تقول لي ليش ما راح استخدمها؟ لان انت اذا رحت للمرور، هاي شوفوا 2 بوزاره واحده، المرور يستخدم بس ساقي، ابو سويتش ما له علاقه. يقول لك هاي خاصه بس بهاي الداره. زين، انا مسوي بطاقه اشتغل بها بس على البطاقه الوطنيه، او اروح للمرور اقول له رافدين يقول لي ما اقبل، اقول له رشيد يقول لي ما اقبل. للعلم ذن الدائرتين او المصرفين ذن تابعات للدوله، من المفروض انت ما تقبلهن كلهن وتقبل ذني، لان تابعات للبنك المركزي وبنفس الوقت حكوميات. اذا ابو المرور ما يستقبل لا رافدين ولا رشيد، وترجع لابو البطاقه الوطنيه لا يستقبل لا رافدين ولا رشيد، الا تسوي البطاقه اللي موجوده عنده، شنو اللي نستفاده احنا؟ هسه خليهن موجودات، ما عندي مشكله بهن والله. ليش؟ لان مرات اكو ناس اصلا ما عندهم بطاقه، يجي وين يصدرها يم ذولي، ماكو كل مشكله. الموضوع كلش طبيعي. هسه اكو واحد راح يقول لي لا جاي يستقبلون، صدقني من ال10 يستقبلون 1 لو 2. انا احكي اللي يرضى الله بس وانا صايم. خلي الناس تعلق، اقرا لي تعليقات الناس، تابع لي التعليقات مال الناس، راح تشوف ايش قد اكو عالم رجعت وبنفس الوقت اضطرت انه تستخدم البطاقه مالتكم، وبالتالي انشمرت لان ما حد يستخدمها ولا واحد يعبيها والا بالمرور. لان انت حتمت وقلت لي انه انت اذا جاي للمرور تستخدم لي بس هاي البطاقه، وهاي البطاقه لازم باسمك مو باسم غيرك. اذا انا سويت بطاقه ب10,000 خسرتني اياها وانا ما استفاديت منها. ليش؟ لان بالبطاقه الوطنيه ما راح استخدمها. شلون اعبيها؟ اروح للمنافذ يقول لك احنا ما نعبيها، لازم ارجع للمرور اعبيها مثلا، لو ادور على الاكشاك مالتهم اذا كانت سويتش واذا كانت الساقي. هسه هاي وين تابعه؟ هاي تابعه لوزاره الداخليه، واتمنى ينتبهون على هاي، واتمنى يقرون تعليقات الناس. هذا الحكي مو مني، هاي الحكي انا رجال انزل للشارع والشارع يسولف لي، الناس اخوتي اهلي عمامي ناسنا الطيبه، الناس اللي تتابعني وهي اللي جاي تشتكي. امانه لله ما احكي من كيفي انا. هاي وحده وين تابعه لي وزاره الداخليه، والله مو تسقيط، ولكن اريدكم تساعدونا. 2 سويتوها حجز الكتروني، المرور حجز الكتروني والبطاقه الوطنيه حجز الكتروني، وذن اثنيناتهم الناس ما تعرفون. انت اليوم ترى جاي تسهل على نفسك مو تسهل علي. سوي اجراءات تسهيلات انه انا اقدر احجز ببساطه. يعني ادخل على التطبيق، انت تريدني املي لك البيانات كلها، واغلب العالم لا تقرا ولا تكتب، لازم تروح وين؟ للمكاتب. المكاتب هاي ببلاش تسوي لي؟ ماكو ببلاش، هم لازم تدفع لك 5 لو 10,000. هسه هاي هم انتهينا منها. هسه نرجع وين؟ وزاره النفط هم سوتها وين؟ على برنامج سويتش. اكو واحد عنده رشيد يقول لك لا لازم تطلع مصرف الرافدين. هسه هنا لازم تطلع مصرف الرافدين، تسوي البطاقه لازم تروح للمصرف، المصرف ياخذ منك 10,000، التطبيق يعطيك اياها ببلاش. زين، هنا راح تحتار بزمانك، اسوي اللي بالمصرف
وطى 10,000 وانتظر 10 ايام لو اسوي اللي بالتطبيق ببلاش ويعطيني اياها يومين. هل يا ترى هاي البطاقة اللي راح تجيني من خلال التطبيق آمنة لو لا؟ هم نعرف. هسه هاي انتهينا منها، لازم تسجل يعني وتسوي البطاقة النفطية اللي انا هم شرعت عليها يعني، وتكمل وتروح تستلم نفط. نرجع هسه احنا للطامة الكبرى وهي البطاقة التموينية اللي تابعة لوزارة التجارة. تدخل العالم على التطبيق، ما جاي تعرف تاخذ الصورة، تملي البيانات توصل للصورة، الصورة ما جاي تشتغل وياهم عدل. الطفل اذا تريد تاخذ له الصورة، الطفل لازم مركز، عينه هنا 20 ثانية اقل يعني، لازم الطفل هيك مركز. اطفالنا حركين ما جاي يركزون، شو نسوي له؟ اخذ له صورة حية. شلون هسه انا واقف صورة هاي انتهت؟ لا، انت تطلب اللي يركز، وتطلب ذني كلهن من المواطن نفسه. صدقوني نفسهم اللي بوزارة التجارة يعني راح ينشلع قلبهم وما ياخذون الصورة صحيحة، ويوميا ياخذ له 200 عائلة و300 عائلة ويقول لك تعبت. زين، انت خليت الشعب العراقي كله لازم يدخل على التطبيق، ولازم ياخذ بالاجراءات اللي انت موظفينك نفسهم ما يعرفونها. راح تقول لي شلون ما يعرفونها؟ اخوي العزيز، صار لنا ايش قد احنا من دخلنا لبغداد؟ 4 ايام. انا شرحت الفيديو جاب 1,000,000 مشاهده. اتحدى وكيل، اتحدى واحد بالتجاره شرح بقد وفهم العالم. العالم تروح للوكيل، الوكيل يشمرهم وين؟ على المخازن. تروح للمخازن لك والله ما عندي تعليمات. زين، منو اللي يعرف؟ انت نزلت لي تطبيق، شغلته بصلاح الدين، شغلته بواسط، ما عرفت اخطاء وين، ما عرفت تصلح. انت اليوم صلح لي الاخطاء حتى اني ابدي في بغداد. راح تجي البصره، راح تجي كربلاء، راح تجيك النجف، الانبار، مو السماوه، الناصريه، البصره. هاي المحافظات كلها انت راح تطب بيها، بعضها بها ارياف، يعني ناس بعيدا عن التكنولوجيا، يعني ناس ممكن لازمه تليفون ولكن ما تعرف تحجز او ما تعرف تشتغل على التطبيق. يستخدم التليفون للالو، يقلب بالتيك توك، ولكن يعرف بالتطبيقات لا، هاي مستحيله. لان ناسنا مثقفين اللي تعرف جاي تواجههم مشكله بالتصوير. الصوره الحيه بدل ما انا افتر يمنه ويسره وتريده مثل ما انت تريد، خليها عادي، اخذها ثلاثي الابعاد، ماكو كل مشكله. اخذني هيك بالوجه، اخذني انا داير وجهي، اخذني داير وجهي هيك فوق جوا، ماكو مشكله. بس انت ذني جاي يسويهن المواطن وما جاي يستقبله، لان هذا شلون الذكاء الاصطناعي، فيريد الا شيء مضبوط، وهذا المضبوط ما يرهم عندنا. اكو ناس عندهم معاقين، اكو ناس عندهم ضمور، اكو ناس عندهم اطفالهم حركه، كبار السن. راح تقول لي ذولي بعدها انه شو نسوي لهم احنا؟ ندز بيهم كتاب ويروحون للمخازن او يطلع لهم شخص يسوي لهم. اخوي العزيز، بدل ما هاي السالفه كلها هي صوره حيه ونكتفي بيها والعالم كله راح تستفيد، وانت موفر وقت على نفسك. ناس جاي تنحجب، ناس ما جاي تعرف تملي المعلومات صح، 2 ما جاي يسوون اعلانات صحيحه حتى توصل للناس بصوره صحيحه. اروح للوكيل، الوكيل ما راح يجاوبني من كثره اللود اللي عليه، راح يقول لك جابوا لي سالفه قبل انا كانت استنساخات، يعطوني اياها واوديها للمخازن. حاليا انت لودت على من؟ على الوكيل، والوكيل حتى قام ما يقدر يرد على العالم. هسه رمضان فصارت عليه الشغله ب3 شغلات مو بشغلتين. قبل كان يقول للناس يبلغها تجيب له الاستنساخات، ياخذها للمخازن ومن ضمن المخازن انتم تملوهن. زين، هسه موظفينك شنو اللي يسوونه؟ اذا اني اراجع المخازن، ابو المخازن يقول لي ما عنده تعليمات. منو اللي عنده تعليمات؟ منو اللي يعرف؟ مطيني شهر، هذا الشهر انه اني لازم املى البيانات. اعذروني انا خاف صوتي عالي، ولكن انا جاي احكي من حرقه قلب كل مواطن عراقي اليوم في بغداد وبواسط وابو ميسان وابو الانبار، وباكر راح يصير في كربلاء والنجف وبكل مكان، وكلهم راح يعانون مثل ما احنا جايين نعاني. ومطينا انت شهر كامل لازم نملي البيانات كامله. فانت صحح لي بالبرنامج مالتك، وبنفس الوقت انطي لموظفينك تعليمات الناس تشتغل عليها. هسه اللي عنده مريض، المشلول، الاعمى، اللي ما يثبت، هذا شو اسوي له؟ اطلع صرح واحكي للعالم،
وبين هذا الشيء علما للوكلاء اللي عندك، مو اجي للوكيل، الوكيل يقول لي روح للمخازن، اروح للمخازن، ابو المخازن يقول لي ماكو. شفت الدائره شلونها ايش قد مزعجه؟ هسه انا من جاي احكي العالم جاي تضوج مني، ليش؟ جاي تقول لي جاي تروح وترجع بنفس المكان، تسولف لي انت قاعد بالبيت وفيديو ما يقارب 11 دقيقه ضوجك. تخيل انه انت تطلع من بيتك تروح وتتعنى وبالتالي ترجع خايب. شنو الاجراء اللي راح تسويه ما تعرف. فاحنا نتمنى من هاي الدوائر تجي لخدمه المواطن مو لخدمه انفسها، لان اليوم الحجز الالكتروني راح يسهل العمليه علما للموظف، بدل ما يستلم 100 ايش راح يستلم؟ 10 او 20 خلينا نقول. هنا راح تصير انسيابيه بالعمل، انت هنا فدت روحك ما فدتني، انت صدرت علي قرار بخلال شهر، بهذا الشهر انه انا لازم اصدر بطاقه وطنيه، بهذا الشهر انه انا لازم اطلع اجازه سوق، بهذا الشهر انه انا لازم كذا موضوع انا لازم اسويه، كله متعلق بمن؟ بالبطاقه الوطنيه والحجز الالكتروني، وبنفس الوقت وحده متعلقه بالثانيه. فيا اخوان من تصدرون قرارات تابعوا الامور، وبنفس الوقت فهموا موظفيكم وخلي يصير عندهم خلق زايد، لان هاي العالم على قد فهمها. اسال الله ان يحفظنا ويحفظكم بحق محمد وال محمد. تحيه حب واحترام وتقدير مني انا مهند صالح، دمتم في رعايه الله وحفظ. في اللي يريد منك لايك، تشارك هذا الفيديو، لا تنسى والدي من دعاكم، وبنفس الوقت وصلوا صوتي للجهات المعنيه، اتمنى يلقون حلول حتى نخدم المواطن العراقي. في امان الله.